السلام عليكم متابعين هدهد للطبخ. اليوم نسوي أنا وياكم هريسة. طبعا سويت كمية مو كلش كبيرة. هنا أنا حبية مقدار كيلو نقعتها لمدة 4 ساعات، وياها ربع كيلو تمن وهم نقعتها نفس الوقت. وهنا على ما نقعت سلقت هذا الحمص ويا اللحم، خليت يستوي على كيفه بجدر الضغط. وهنا أنا على النار خليت جدر بمي، هسه دا يغلي راح أضيف الحبية. لازم مي يغطيها، والمي لازم يكون حار. وهنا الغلاية بصفي، كل ما أريد مي أضيف من الغلاية على الجدر. وهسه أضيف وياها هماتين كمية التمن، وهنا أتركه على النار يستوي على كيفه. من يبلش يغلي أرجع أشوفكم إياه. هنا أنا قامت تغلي، كل شوية أجي أخلطها، ما أتركها عمود لا تحترق. بعد كمية التمن ويا الحنطة. الغرض من إضافة التمن ويا الحنطة ينطيها فد قوام مطاطي، يعني تصير طيبة، مو هيجي عبالك كأنما شوربة، لا يعطيها فد شيء يماسكها، لأن هو نشا. وهذا التمن اللي دا تشوفونه هسه راح أشوفكم إياه فد شوية، هذا راح ينتهي يروح، ما تبقى مجرد الحنطة، راح ينهرس فرد مرة التمن. هنا المي مالتها أقل، هسه تحتاج مي. أنا عندي هنا مي مال اللحم، هذا مال اللحم والحمص، راح أدير كمية قليلة من هذا الحمص، يعني كل كيلو حنطة مقابلها ربع تمن وربع حمص، وأدير عليه هذا اللحم ومي اللحم. هنا بعد ما نشف المي مالتها تقريبا قامت تستوي، نحاول ندقها بهذا، أو إذا عندكم البلاندر أو أي شيء تحبون تدقونه بيها على مود تتماسك. وهاي باعي هسه مستمرة بالدق مالتها، شوف شكلها هسه شلون صارت. وبعد هم دا أدق بيها، أحاول أنعمها فد مرة على مود تتماسك. تصير بيها شلون المطاطية. كمل وأرجع لكم. وهسه هنا بعد ما تحتاج دق، بعد شلون شكلها صار، حتى اللحم انهرس وياها، شوف شكلها. بالبداية مقلت لكم على التمن بعد شلون، ولا بقت أي شيء من التمن، انهرس كله، وحتى الحنطة انهرست، حتى اللحم وياها راح، بقى هيك بس هاي العظام بحدها. أكملها وأرجع أشوفكم إياها. وهنا قريب ما تستوي بشوية نضيف لها ملح. أنا الكمية مالتي راح أضيف ملعقة كوب ملح، أتركها شوية وبعدين أطفي عليها. وهسه هنا بعد ما كملت يلا نصبها. وهسه نضيف الدهن الحر، وهسه نضيف الدارسين والشكر طحناه. وهذا شكله النهائي. ثواب واصل، ألف عافية، مع السلامة.